صديقي اهلا بك في اكونت سرايا عابدين. البلو تايجر اي يفرق ايه يا بوبوش عن عقيقة تايجر اي اللي باللون البني؟ يفرق ميزة مهمة جدا يا صديقي، التخسيس. لا بتهرج يا بوبوش، مش التخسيس ده اللي لابس لازولي والسودا لايت. تعالى اولا اقول لك بعض فوائد عقيقة تايجر اي علشان نعرف ليه البلو تايجر اي يفرق عن العقيق البني. التايجر اي بشكل عام هو عقيق من انواع العقيق الزجاجي. سموه عقيق زجاجي ليه؟ لانه ناتج تكون البراكين وله ملمس زجاجي شويه. اهم فوائد التايجر اي وغني عن التعريف. سموه تايجر اي ليه؟ علشان عيون المفترسات اللي ظاهره في الحجر، الشرطه اللي زي اللي بتكون في عيون المفترسات. اهم فوائد التايجر اي ترتيب العشوائيه وتنظيمها. يعني ايه يا بوبوش؟ يعني بيساعد الناس اللي مواعيدهم عشوائيه شويه، علشان كده دايما نصحنا بيه المهندسين والناس اللي بتشتغل في الشارع بوجه عام، فبتقابل صعوبه في المواصلات والتنقلات والمواعيد بشكل عام، ومش لازم يكون انت مواعيدك وحشه. تاني نقطه مهمه من فوائد عقيقه عين النمر هي تخفيف التوتر وضغط الشغل، وعلشان كده برضو بننصح بيه للمهندسين والناس اللي بتشتغل كتير في الشارع زي المندوبين والتنقلات الكتير والناس اللي يومها طويل وحاسه بتوتر. موضوع فوائد الاحجار ده صديقي، كل شيء خلق بسبب ولسبب. النقطة اللي بيتميز فيها البلو تايجر اي احد انواع التايجر اي وهي التخسيس. والمعلومة الخاطئة عن التخسيس ان هو مرتبط باحجار السودالايت او اللابس لازولي، لكن قلنا التخسيس مرتبط باللون. كل ما هو لونه ازرق بيساعد على التخسيس وتثبيط الشهية، وده على فكرة مش مرتبط بالاحجار، مرتبط باللون ومرتبط بعلم الالوان اللي اتعلمناه كمان في الديكور. ديكور البيت لما يكون فيه ناس عاوزة تقلل وزنها بنعمل لها غرف المعيشة وغرف السفرة باللون الازرق، لان ده بيثبط الشهية شوية وبيعمل حالة من حالات النشاط، عكس اللون الاحمر طبعا اللي بنعتبره فاتح للشهية. وعلشان بوبوس صديقك ما يطولش عليك، تعالى اوريك مجموعتي من البلو تايجر اي. سبحة 33 حبة بالفضة، طبعا كل شغلي فضة، مش بشتغل معدن باي شكل من الاشكال كرامة للحجر الكريم. ما ينفعش نشيل حجر كريم موجود فيه معدن، لازم فضة اذا ما كانش ذهب طبعا. ال99 تحفة. وطبعا ما ننساش البريسلت، ومش هينفع نتفرج على البلو تايجر اي غير في اضاءة النهار علشان نشوف جمال الحجر الرباني. هو انا كالعادة ما اسعفنيش ان احنا نلاقي شمس، لكن ده ضوء النهار. تعالوا ندور على الشمس ونصبح على وردات الجميلة. ده شكل البلو تايجر اي يا صديقي في الشمس. شايف اللمعة؟ شايف الانكسار؟ الخط ده علشان كده سموه تايجر اي، اللي هو زي عيون المفترسات بالظبط. دي ال10 ملي، طلبتوا تشوفوا ال99 في الشمس، دي ال33، ودي ال99 مقاس 8 ملي في الشمس. يا لهوي على الجمال الرباني. يجي واحد يقول لي طب حطها على المغناطيس، طب اعرف ان هو اصلي ازاي يا اخي؟ يا اخي حرام عليك. البصمة الربانية الجميلة دي تتقلد ازاي بس وبأي شكل؟ ودي ال99. وده البريسلت يا صديقي، عملت منها رجالي وعملت منها حريمي. يعني ايه رجالي يا بوبوش؟ يعني حريمي. الرجالي اللي هي ال8 ملي والحريمي هتكون ال10 ملي. شايف الجمال؟ في مفاجأة كمان. المفاجأة خاتم بلو تايجر اي قطعة واحدة بس، قطعة واحدة هعمله مع طقم سبحة، سواء 99 او 33. ودي يا صديقي منتجات البلو تايجر اي كلها. تعالى ناخد تفاصيل عن السعر والمقاس. دي 33 حبة 10 ملي فضة تركي عيار 925. حبيت اغير، كتبت بعض الكونات يا فاتح الابواب فالله خير حافظ انت عمري. ال 33 بعملها على سلسلة فضة بخيط مدعوم علشان ما تتقطعش، وده اجتهاد مني. سعرها 1500. 99 حبة من البلو تايجر اي، مقاس الحبات 8 ملي على خيط، لان ال 99 ما بينفعش تتعامل على سلسلة. برضو كلها فضة تركي عيار 925، برضو 1500. والبريسلت رجالي او حريمي هوحدهم في السعر ب 175 جنيه للقطعة، وده سعر مناسب قوي لفترة محدودة جدا. دي الحريمي 10 ملي والرجالي 8 ملي. واخيرا وليس اخرا، الخاتم التحفة ده بسعر 1100 جنيه
هطلعه لوحده زي ما انتوا عاوزين، هطلعه مع السبحة اوكي، طلباتكم بالنسبة لي اوامر. وفي النهاية يا صديقي انا في خدمتك وفي خدمة اعضاء كوكب الرجال المحترمين، وما تنسوش تشتركوا في قناتي قناة سرايا عابدين محمد غباشي. اشوفكم على خير.